أهلا بيكم مع مطبخ التوفير مع أم محمد. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية. لو عندك بتنجانية وبصيتين صغيرين وشوية طماطم هتعملي أكلة بسيطة واقتصادية وعلى قد الإيد للغدا، سهلة وسريعة. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. أول حاجة أنا عملتها، أنا قطعت البطاطس مكعبات وحمرتهم في شوية زيت بالشكل ده. طبعا هي كمية صغيرة مش كبيرة، هما حبتين بطاطس صغيرين. انا هحمرهم واقطع برضو البتنجان مكعبات واحمره برضو في شوية زيت مش كتير، هما حبة صغيرين، واصفيهم كويس من الزيت. طلعت البطاطس من الزيت وهحمر البتنجان. ممكن لو مش عايزة تحمريهم تقطعيهم تحطيهم في الصينية وترشي عليهم معلقتين زيت وتحمريهم في الفرن. انا حمرت البتنجان وادي بقية الكمية اهيت. طبعا البتنجانية كانت كبيرة فعملت معايا كمية. وادي بقيت كمية البتنجان هحمرها. وقطعت برضو الفلفل برضو وحمرته بنفس الطريقة. بعد ما حمرت الفلفل صفيت الزيت، وعندي هنا معلقة توم مفروم هحمرهم في معلقة زيت صغيرة. يا دوب التوم تاخد لون. اول ما التومة اتحمرت حط عليهم معلقتين كبار خل، وافضي عليهم الطماطم. انا ضربتها في الكبة مع كوباية مية، افضيهم عليهم واحط عليهم البهارات، معلقة كمون، واحط عليهم معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر، واقلبهم مع بعض واسيبها تغلي غلوتين. اول ما غلت بالشكل ده هفضي عليها البصل والبتنجان والفلفل واقلبهم مع بعض واخليهم ياخدوا غلوة مع بعض. بالشكل ده. في الوقت ده هدوق الملح، لو عايزة ملح احطله. انا هنا دقتها لقيتها عايزة ملح، زودتها معلقة صغيرة ملح وقلبتهم مع بعض وهطفي عليها كده. خلاص هي استوت. ده شكلها بعد ما استوت. أكلة بسيطة واقتصادية، غدا بسيط وسريع واقتصادي. أتمنى تجربوه وتنوروني في القناة.